مساء السعادة. في شابة من جامعة العريش انتحرت نتيجة الابتزاز الهائل اللي تعرضت له من زمايلها والتنمر على الإنترنت والواتساب وحاجات بالشكل ده. فالشابة شربت مادة سامة وانتحرت. وانا مش هقول لكم بقى انه التنمر جريمه بتوصل عقوبتها للحبس 6 شهور، والابتزاز جريمه بتوصل عقوبتها للحبس 3 سنين، والكلام ده لانه ناس كتيره قوي بتبقى شايفه انها مش قد انها تدخل في اجراءات قضائيه او قانونيه، او انها لو عملت ده بياخد وقت طويل، واللي عملوا ده دايما بيشتكوا ان المسائل بتوصل يعني عداله بطيئه جدا. موضوع العداله ده هنتكلم فيه طول الوقت لحد ما نحس انها عداله ناجزه، لكن انا عايزه أسأل سؤال: إيه اللي بيوصل شاب أو شابة للانتحار، وبالذات البنات؟ يعني دي مش أول حالة، يعني إحنا كان آخرنا في الجامعة نتخانق نلقح على بعض، إنما نوصل إننا نتنمر لدرجة إنه البنت يعني يجي لها الاكتئاب ودي الدنيا في وشها وتنتحر. أعتقد إن الجامعة هنا عندها درجة من المسؤولية، إن على الأقل مفيش مكان الناس تقدر تطمئن انها تلجأ ليه. يعني نسمع بقى على وحدات مواجهة العنف ضد المرأة، ووحدات مواجهة التحرش، ووحدات كتيرة كده. انا مش فاهمة دول بيعملوا ايه، ودول لازم يتحاسبوا لو موجودين. مفيش استاذ جامعة ولا استاذة جامعة يطمئن ليه ولد او بنت يحس انه مكان باباه او مامته يقدروا يرجعوا ليه. يعني فين الجامعات وفين مسؤوليتها؟ الحاجة التانية، أنا عايزة أسأل الأهالي: إيه اللي يخلي البنات تشعر بالعزلة والوحدة وإنها مش قادرة تتكلم مع حد وخايفة؟ لأنه اللي بيحصل في مجتمعنا إن لو البنت اتكلمت في أي حاجة بتعاني منها عادة وما تقول أنت سبب أنت السبب، او ان الاب تخاف ان هو ما يوديهاش الجامعه ولا بتاع. أنا مش بتكلم على اهل البنت دي، ممكن يبقوا ناس عظيمه، لكن انا بتكلم على حاله عامه. الولاد او البنات في السن ده بيوصلوا لمرحله الانتحار لما يحسوا انهم لوحدهم والدنيا بتضيق في وشهم، وبتتحول زي القفص بيضغط على قفصهم الصدري ونفسهم ومش قادرين يعملوا اي حاجة. طب الحل ايه في الموضوع ده يا بناتي ويا اولادي؟ يعني انا ابويا علمني من وانا صغيرة، قال لي كلمة جميلة قوي، قال لي: ارجعي لي ضربة ولا ترجعيش مضروبة، خلي الناس تشتكي منك وما تجيش تشتكي لي من حد. والحقيقة انا عمري لا ضربت ولا حد اشتكى مني، لانه النصيحة العظيمة دي اللي اداها لي ابويا ادتني قدر هائل من الثقة اني محدش يقدر اصلا او يجرؤ ان هو يتكلم معايا بطريقة ما تعجبنيش، او ان يضغط عليا، او انه يبتزني. فالحقيقة هي المشكلة انه احنا بنسمح للناس بالتدريج كده ومن غير ما نحس انهم يعملوا كده. طيب نعمل ايه لو حد بيواجه مشكلة؟ واحد، تقدروا تبلغوا بمباحث الانترنت. طب مش عايزين تمشوا السكة دي وحاسين انها سكة طويلة والمحاضر بتطول في النيابة وبتتحفظ والكلام اللي احنا قلنا هنتكلم فيه كتير ده عقبال ما يتعدل، تقدروا تتواصلوا على الانترنت بمراكز دعم نفسي مجانية وموجودة وكتير. تقدروا تتواصلوا مع بيوت استضافة المعنفات. مش لازم تروحوا وتقعدوا، لكن دوروا على حد كبير تعرفوا تتكلموا معاه، لانه المشكلة انه اي مشكلة انتوا بتواجهوها ومتخيل انها نهاية الكون، لو حد كبير وبيفهم او متخصص هتكتشفوا انه هيعرف يساعدكم، والدنيا بسيطة والدنيا محلولة. نصيحة بقى زي اللي قالها لي أبويا: البنت القوية ست جيرانها، إن ما خافوش منها يخافوا من لسانها. انت محتاجة إن حضرتك تظهري شوية قلة أدب، يعني أحيانا قلة الأدب بتبقى مفيدة في المجتمع، إنما الأدب الزايد والخوف الزايد والقلق الزايد هو اللي بيوصلنا للحالة دي. فأنا بدعو حضراتكم إن انتوا خلوا الناس تشتكي منكم مش تشتكيكوا. يعني لحد اما نشوف موضوع البلاغات ولحد اما نشوف المؤسسات واللي ما بتعملش حاجة دي، احنا محتاجين نبقى اقوى شوية. والاسر لو سمحتوا ادوا مساحة للشباب وللبنات يتكلموا معاكم من غير ما تلوموهم ومن غير ما طول الوقت تتعاملوا على ان هم اللي غلطانين. الشباب بينتحر في اللحظة اللي بيشعر فيه بالوحدة وانه مفيش حد بيسمعه وان الدنيا ضاقت في وشه. فاحنا عندنا مسؤولية على انهم ما يوصلوش للاحساس ده. والنيابة لازم تحقق مش في انتحار وشكرا، لكن كمان تحقق من اللي وصلها للكلام ده
لأنه ده اسمه واحدة انتحرت وليست انتحرت، على أمل إن حد يسمع.